هو لسه يا جدعان رامي ربيعة البطيخة دوت بيلعب في المنتخب مصر، لسه مستمر مع منتخب مصر. لسه حسام حسن بيجيبه في الماتشات. لسه في ماتش اوزبكستان بطيخة، واقف بطيخة، ولا ليه اي لازمة، لا منظم دفاع ولا بيدافع ولا بيعمل اي حاجة. ده لو دخل عليه يعني اي لاعب، لو لاعب كده في اي منتخب تعبان ممكن يلمه عادي، يلمه يعدي زي السلام عليكم. انا عايز اعرف رامي ربيعه بيلعب او بيستدعوه في المنتخب تاني ليه؟ مفيش شباب في مصر، قطعه الشباب في مصر ما عادش فيه لعيبه خلاص. هو دوت اللي على طول بقاله 5000 سنه، وباقي من زمان واحنا بنقول ان اللاعب اللي زي دوت مش نافع، ملوش، ما فيش خالص، ما فيش دفاع، تعبان تعبان خالص. ازاي رامي ربيعه بيستمر وبيجيبوه في منتخب مصر على طول كده؟ يعني في وسط 5 لعيبه او 6 لعيبه، لعيب من اوزبكستان يسجل هدف يلمهم كلهم، ورامي ربيعه هو يعتبر المدافع الاساسي، يلم اللعيبه دي كلها ويسجل هدف؟ ايه الفضيحه دي؟ ده فضايح.